صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة يا أحلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى، أنا لسه جاية دلوقتي من السوق حالا، وبصراحة كنت طالبة أوردر ولسه جاي لي دلوقتي هوريهولكوا وانتوا معايا دلوقتي. تمام، بس أول حاجة أنا فطرت، نشرب كوباية القهوة بتاعتي ونعملها ونتكلم مع بعض شوية وأوريكوا الأوردر وأوريكوا أنا جبت إيه من السوق وإيه، ونصلي على النبي الأول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباحكم ورد، صباحكم ياسمين، صباحكم كل طاقه ايجابيه يا احلى اخوات في الدنيا. يلا بقى بينا هنعمل القهوه بتاعتي، وبعد كده بقى ايه اوريكم الاوردر اللي جالي. انا بصراحه قلت ايه اجربه علشان ايه، عشان اشوف يعني ايه هو حلو ولا لا، وهنشوف مع بعض ونقيم مع بعض دلوقتي ونشوف هو حلو ولا لا. دي القهوه بتاعتي اللي انا بشربها فرنساوي. بس القهوه دي بقى ايه، انا بصراحه انا بحب القهوه اللي هو البني التاني، بس انا لما بشربه بحس بهبوط كده يعني بحس ان انا ضربات قلبي بتبقى سريعه لما بشرب البني التاني، لكن دي بصراحه يعني بحاول بحس كده بتظبط دماغي وبتبقى كويسه. نولع بقى البوتاجاز. صلوا على النبي يا اخواتي، صلوا على النبي. يلا بقى على ما القهوه بتاعتنا تفور نكون ايه وريت لكم الاوردر لسه جاي لي دلوقتي. شوفوا بقى جبنا ايه. اول حاجه بصلة التحابيش، جابت لي ايه، جابت لي التوابل بتاعتها، شايفينها؟ بصوا حلوه قوي، مش قادره اقول لكم، بس انا لسه بصراحه ما فتحتهاش فقلت افتحها معاكم دلوقتي. تمام، يلا نفتحها مع بعض ونشوفها ايه شكلها ولا ايه يعني. صلوا على النبي يا اخواتي. الكل ينزل بقى في الكومنتات لشهرزاد يكتب كومنت حلو كده، ويشترك في القناه يا احلى اخوات في الدنيا. اشتراك في القناه ولايك يا حلوين عشان خاطر اختكم شهرزاد. بصوا هنطلع بقى ايه حاجه كده ونشوف، بس هي شكلها كده يعني انا حاساها حلوه قوي، يعني انا حاسه البهارات بتاعتها حلوه قوي. هنشوف بقى بهارات ايه، بس انا بصراحه ما طلبتش الاوردر الكبير، يعني انا ما طلبتش الاوردر الكبير. وده ايه، ده توم مفروم، شايفينه اهو اهو، ده توم مفروم ماشي. خليه هنا. ده خلطة الفلفل البارد بالثوم، فلفل الاخضر بالثوم، اللي هو مثلا ايه عايزه تعملي سمك، عايزه تعملي تقلي كده يعني عادي، يعني كله شغال يعني متقفيش. وده البصل اهو يا جماعه، البصل المفروم جميل جدا على فكره، لونه ما غيرش وحلو قوي. بصوا ابيض زي القشطه. ده ايه تاني وده الفلفل الحار اللي هو ايه هريسه الشطه. بصوا حلوه قوي صراحه، الحاجه ريحتها حلوه قوي، يعني انا حاساها كده ان هي ريحتها حلوه رغم ان انا لسه ما جربتهاش، بس انا حاساها حلوه، يعني انا حاساها جميله قوي. هي حلوين. وده بقى ايه هقول لكم، ده ايه السبع بهارات، ده السبع بهارات ماشي اهو. ودي كزبره، دي كزبره بلدي ماشي. ودون كركم، ده كركم. ودون كاري هندي. ودون فلفل اسود اهو، فلفل اسود. ودي شطه حمراء. تمام. وده كمان
بابريكا اهي، ودون بصل بودر، ودون ايه تاني، توم باودر، ودون كمون يا حلوين. طبعا بقى كده ايه ده كله ايه، رحت النهارده جالي الاوردر النهارده، كنت طالباه بصراحه وايه وطلبته، ورحت النهارده بقى السوق، جبت لكم ايه بقى، جبنا ايه، بصوا يا حلوين اهو، الطماطم الحلوه البلدي الحمراء. بصوا هنفرز بقى تفريزات رمضان مع بعض ان شاء الله. بس انا قلت اوريكم انا جبت ايه من السوق يا حلوين. بصوا الطماطم جميله ازاي، حلوه قوي وب5 جنيه، مش غاليه خالص، الطماطم رخيصه وحلوه قوي اليومين دول. يلا اللي عايزه تخزن الطماطم بقى لرمضان تروح تجيب بسرعه وتيجي. انا رحت جبت 15 كيلو وقلت هخزنهم وافرزهم واحطهم في الفريزر عشان رمضان. بعملها صلصه كده عشان لو مستعجله ولا حاجه، وايه مثلا عايزه تخلصي بسرعه في رمضان. طبعا الواحد دلوقتي بيبقى ضايع في رمضان وبتقولي ايه نخلص بسرعه، فالصلصه والتفريزات اللي انت بتفرزيها بتسعف معاكي وبتخلصي بسرعه الاكل. وانا بصراحه من طبعي برضو انا بحب ان انا افرز حاجتي في رمضان، الطماطم، البسله، الكرنب، اللي هي الحاجات اللي هي ايه اللي بتاخد وقت معاكي في رمضان دي. بس يعني الواحده لما بتكون شاطره كده بتقوم تعمل كل حاجه. بس احنا برضو ربما جات لنا على سهوه ناس مش عارف ايه، تفريزات رمضان دي بتبقى حلوه بصراحه، انا بحبها. مين بقى فرز تفريزات رمضان؟ اللي فرز تفريزات رمضان يقول لي، لان لسه هبدا من بكره هفرز بقى ان شاء الله. هعمل بقى القوطه دلوقتي معاكم تمام. والقهوه بتاعتي طلعت اهي، بصوا فورت. يلا بقى يا حلوين علشان بقى ايه هنصبها في الكوبايه وايه ونشرب يا حلوين القهوه مع بعضينا. واشوفكم على خير يا اخواتي. واهم حاجه تقولوا لي ايه رايكم في الحاجات دي. بصوا تحفه والله العظيم، مش كلام، هي حلوه فعلا، هي حلوه بجد. انا قلت اجربها كده، بس انا لسه هجربها بقى معاكم لما نيجي نشتغل ونعمل اكل، هنجربها مع بعض تمام. والتوابل برضو طلعت تحفه يعني، شكلها ريحتها جميله، ريحتها تحفه قوي. يلا بقى على خير يا اخواتي، اشوفكم على خير، وصلوا على النبي. وفي الكومنتات لايك يا حلوين، وتكتبوا لي كومنت حلو، وتشتركوا لي في القناه بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه. اشوفكم على خير يا احلى اخوات. لايك مع الف سلامه.